البنات ديالي، لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم عالم مريم باركي. اليوم البنات غنشارك معكم واحد الحليوه ديال الزمان اللي كتجي زوينه بزاف ومقادير كما كتشوفوا بسيطه كما عودتكم ديما. قبل ما نبدا في المقادير كما ديما كنشكر البنات اللي كتدخلوا عندي القناه وكتخليو لي التعاليق الزوينه، شكرا لكم بزاف. وندوزو ان شاء الله على بركه الله. غنحتاج ليها هنايا لهاد الحلوه البنات 125 غرام ديال الزبده، عندي جوج فرماجات مثلثات، عندي واحد الساشيه ديال السكر فاني، عندي كاس مع مرش ديال السكر سنيده، عندي كاس هو مع مرش ديال الزيت، عندي واحد الربعه ديال الكاوكاو اللي حمرته بقشور وطحنته، وعندي الدقيق على حساب الخليط. المهم جيبوا فاش نخلطوا هاد الحليوه ديالنا. هنايا البنات اول حاجه غنبدا بها واحد القبيصه ديال الملحه، ضروري ديروها صحح لكم الذوق. هنايا غندير هاد الزبده، غنزيد عليها السنيده، وغنزيد عليهم هاد الساشيه ديال السكر الفاني. هنايا البنات غنخدم الزبده والسكر مزيان. هاد الحلوه راه ما غنديرش فيها البيض، ضروري الزبده تكون بحراره ديال المطبخ. هنايا البنات بعد ما خدمت الزبده ديالي مزيان غنزيد عليها الزيت، غنزيدو هاد جوج فرماجات مثلثات، صافي، وغنخدمهم مع بعضياتهم. صافي البنات بعد ما خدمناهم مزيان دابا غنزيد هاد الكاوكاو، هاد الحلوه البنات راه ما غنديرش فيها الخميره. صافي دابا وغندير الدقيق كما قلت لكم كيبقى على حساب الخليط ديالكم. وغنبقاو نجمعوا في هذه الحلوه ديالنا. هنايا البنات بعد ما جمعت هذه الحلوه ديالي، هذا هو القوام ديالها كيفاش كتجي. كاوكاو البنات هنايا راني ما طحنتوش بزاف، هرمشتو ولكن خليته بين وبين، ما هو غليظ ما هو رقيق، فهمتوني. المهم غنجيب واحد اللاطه اللي غنشكل فيها هذه الحلوه ديالي. ناخذ واحد القياس ديال الخليط، ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق، وغنجمعو هكا بيديا واحد شويه كما كتشوفوا. نحاول نقادو ونخدموه شويه بيدينا على هذا الشكل كيبان لكم، وغنشكلها على شكل هلاليه. هاد الحليوه ها ديال الزمانه البنات وكتجي لذيذه، وضروري كل عيد ما خاصنا نوجدوها.
ديالي في التشكال ديالها، كتجي هذا هو الشكل ديالها. دابا غندخلها للفران طيب ليا على 180 درجه، شعلت عليها الفوق والتحت، غطيب ونرجع معاكم. صافي البنات، بعد ما خرجت الحليوه ديالي راه كيجي هذا هو الشكل ديالها. غير ملي تخرجوها من الفران ما تهزوهاش وهي سخونه، خليوها تتبرد على خاطرها. عاد غنديروها في السكر كلاصي. هانتوما البنات راه كتجي محيمره وكتجي زوينه، ما كتهرس معكم ما حتى شي حاجه. غير كما قلت لكم نقصوا الفران وخليوها طيب الحلوه ديالكم على خاطرها. هنايا غناخذ سكر بلاصي اللي كيكون سبيسيال وكنغربلوه، ضروري نغربلوه. وغندير فيه هاد الحليوه ديالي، الحلوه تكون بارده باش ما تهزش لكم السكر كلاصي بزاف. صافي هانتوما كيفاش كتجي، هذا هو الشكل ديالها. دابا غنبقى على هاد الطريقه تنكمل الحليوه ديالي كامله ونرجع معكم باش تشوفوها في الشكل ديال جات. هانتوما الشكل النهائي ديال الحليوه ديالي ديال الهلال بكاوكاو. كتجي لذيذه البنات، لا شكل ولا مذاق، الحلوه ديال زمان. نتمنى منكم تجربوها كما ديما. الا جربتوها وعجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، الاشتراكات، البارطاج الفيديو. بالصحه والراحه، السلام عليكم، فيديو قادم ان شاء الله.